إزاي كان صليبي واحد من أهم حكام المناطق اللي محتلينها في الشام يموت بخنجر قدام بوابة مدينته ويكون أول ضحية مسيحية للحشاشين؟ صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. حكايتنا النهاردة في سنة 1152 ميلادي في كاونتية طرابلس الصليبية اللي كان بيحكمها واحد اسمه ريموند الثاني. ريموند الثاني؟ يا ساتر، ده كان معروف عنه قسوته وشكه في أي حد حواليه، خصوصا بعد ما والده اتقتل، صح؟ بالظبط، بعد مقتل أبوه بونز في معركة مع الدمشقيين، ريموند اعتقد إن في خيانة حصلت من المسيحيين اللي في طرابلس، والنتيجة لكده سجن عدد كبير منهم. يعني الراجل عايش في حالة عداء داخلي وخارجي. طب إيه اللي جاب سيرة الحشاشين في الموضوع ده؟ الحشاشين وقتها كانوا قوة رعب بيعتمدوا على الاغتيالات الدقيقة كأخطر سلاح ضدهم. ما كانوش بيفرقوا بين مسلم ومسيحي، أي حد بيهدد مصالحهم أو سلطتهم كان هدفه. بس إيه المصلحة اللي تربط طائفة إسماعيلية نزارية زي الحشاشين بكاونت طرابلس؟ إيه الدافع اللي خلاهم يبعتوا له فدائي؟ التاريخ مش بيحكي دافع واضح ومؤكد للاغتيال ده بالذات. في اللي بيقول إنها كانت بسبب خلافات مع جماعة الحشاشين اللي كانت موجودة في جبال المنطقة حوالين القلاع بتاعتهم. يعني يمكن ريموند الثاني كان بيمارس عليهم ضغوط أو هجمات زي ما عملوا مع نور الدين زنكي قبل كده؟ الاحتمال ده وارد. النزاع على القلاع والحصون في جبال الشام كان سبب صراعات لا تنتهي، لكن القدر كان بيخبي لريموند اختباراً أصعب بكتير من مجرد خلاف على قلعة. احكي لي بقى على لحظة الاغتيال نفسها، أكيد كانت درامية جداً. في شهر مارس من سنة 1152 ريموند الثاني كان راجع لطرابلس بعد ما كان بيوصل أخته هوليرنا ملكة القدس. استنى، هو كان لسه موصلها لحد القدس ولا مسافة قصيرة؟ كان موصلها مسافة قصيرة خارج المدينة، وفي طريق رجوعه لوحده قدام البوابة الجنوبية لطرابلس حصل اللي محدش يتوقعه. مين ده اللي قدر يخترق الحراسة دي كلها؟ ده حاكم صليبي. فجأة ظهر فدائي أو اتنين من الحشاشين زي الأشباح كده، اتسللوا وسط الحراسة بسرعة خرافية. وهنا كانت اللحظة اللي غيرت مجرى الأحداث. أيوة، الفدائي طعن ريموند بخنجره في بطنه طعنات قاتلة ما سابتلوش فرصة إنه يعيش. يا للهول! طب وحراس ريموند إيه كان موقفهم؟ الحراس انتبهوا طبعا واتجهوا فورا ناحية المهاجم. الفدائي مات في نفس اللحظة اللي نفذ فيها مهمته، زي ما كانت عقيدة الحشاشين بتقول: النجاح أو الشهادة. يعني ماتوا هما الاتنين في نفس المكان؟ إيه الغموض ده كله؟ بالظبط، ريموند سقط على الأرض قدام بوابة المدينة غرقان في دمه، أول حاكم مسيحي صليبي يقتله فدائي من الحشاشين. مقتل ريموند أكيد عمل هزة كبيرة في المنطقة، خصوصاً إن ابنه ريموند الثالث كان لسه صغير. طبعاً طرابلس دخلت في فترة ضعف واضحة بسبب غياب القائد، وده اللي سهل الأمور على نور الدين زنكي إنه يبدأ يضغط ويهاجم حدود الكاونتية بعدها بفترة قصيرة. يعني كانت عملية الاغتيال دي هدفها إضعاف الكيان الصليبي في الشام، وده اللي حصل فعلاً. ده كان الأثر الاستراتيجي للاغتيال ده. هي مش مجرد عملية قتل، هي رسالة رعب سياسية بتقول إن مفيش حد في الشرق ده في أمان. رسالة وصلت بوضوح ودفعت بالصليبيين إنهم ياخدوا حذرهم من أي فدائي ممكن يظهر فجأة. وده اللي خلاهم يتحالفوا مع بعض أو يدفعوا جزية سنوية للحشاشين علشان يسيبوهم في حالهم بعد كده. يا سبحان الله، إرهاب منظم بيغير خريطة الصراعات العسكرية والسياسية كلها. وهنا خلصت حكايتنا، استنونا في قصة جديدة إن شاء الله.